وحش دور أبطال أوروبا خفاق من النعاس، ريال مدريد يكتسح موناكو ب6-1. الشيء العجيب والغريب أن اللاعبين ديال ريال مدريد من بداية الموسم ما كانوش حاسمين أمام المرمى كيف ما كانوا حاسمين ضد موناكو اليوم. الجدية اللي خدموها أمام المرمى اللاعبين ريال مدريد هي اللي خلات النتيجة توصل ل6 ديال الأهداف، وهذا الشيء كاع ما كنا كنشوفوه مع تشافي ألونسو. جوج ديال الأهداف جاو من استحواذ ولمسات سريعة وممتازة من الأظهرة كامافينغا وفالفيردي، وربعه ديال الاهداف جاو من ضغط ممتاز في الاستعاده ديال الكره والتحولات واللمسه الاخيره الممتازه اللي خلات الكره تحول الى شباك موناكو. ولكن ما نساوش ان موناكو تاهي قدمات ماتش كبير رغم الخساره القاسيه. راه موناكو صدات على المرمى 13 تسديده، منهم 5 تصدى لهم كورتوا ووحده تماركات. الفوز بسداسيه في دور الابطال في اول مباراه للمدرب اربيول. فينيسيوس فاق من الغيبوبه، سجل هدف وصنع 3 ديال الأهداف. مبابي رجع وسجل هدفين. ريال مدريد ارتقى إلى المركز الثاني ولا قريب جدا من التأهل المباشر إلى دور الثمن النهائي. يوم تاريخي لريال مدريد وتاريخي أيضا للمدرب الجديد أربيول.